سلام بنات، لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للبنات اللي كيكتبوا لي في التعليق بغينا نبداو مشروع وخايفين، ما عندناش ميزانيه، مازال ما متمكنينش من الحرفه، عندنا تخوفات. النصيحه اللي غادي نقول لكم البنات بحكم التجربه وكيفاش بديت. آه، بالنسبه للخياطه والفصاله البنات راه ماشي صعيبه وماشي ضروري كما قلت لكم تعلموها في المدارس، على حسب الميزانيه. كاين اللي عنده ميزانيه انه يمشي للمدارس، كاين اللي ما عندوش. ونزيدكم حتى المدارس راه كيعطيكم قواعد اساسيه اللي هي ضروريه في الفصاله والخياطه، اللي كتزيد دعمك وانك تشجعك باش تقدري تفصلي وتخيطي اي موديل شفتيه. بالنسبه للدار البنات اللي ما عندوش يتعلم غير من الدار. دابا الويفي في كل شيء، عنده الويفي في الدار، يعني كتسالي شغلك كتصيفط وليداتك للمدرسه ما عندك ما يدار، دخل اليوتيوب وندير قنوات الفصاله والخياطه موجودين وعلى الجد، وكيديروا داكشي بالتفصيل الممل. يعني ماشي بالضروره انك تكوني قاريه ولا كتمشي للمدرسه ديال الفصاله والخياطه باش تبداي هذا المشروع، لا. بالنسبه لي انا هذا الدومين هذا لا علاقه معايا صراحه، انا كنت في الدومين ديال التعليم وجات مع كورونا وخدمت عن بعد، وملي رجعت صافي ولفت الراحه وهذا المهم حليت مشروع ديال الملابس الجاهزه. المهم كل مره كنجرب حاجه حتى لقيت راسي انني ضروري خصني نتعلم في الصالون الخياطه، عجباتني. بقيت كندخل مواقع التواصل الاجتماعي كنقلب، ولا كيعجبني هاد الدومين صراحه. انا عمرني ما فكرت فيه وعمرني ما كنت ناويه انني ندير مشروع ديال الخياطه. قلت علاش لا، بقى عجبني هادشي، بقيت كنقلب ونقرا نقلب ونقرا نقلب، يعني داكشي ساهل وبسيط وما فيه حتى شي تعقيدات. بقيت كنفكر قلت ضروري خصني نجرب. دابا انا تفرجت بزاف، ولكن ضروري خصني نطبق باش نعرف راسي واش بصح انا كنبغي هذا المجال، واش بصح غادي نعطي فيه، واش بصح ساهل كما كيقولوا. عن تجربه البنات كنهضر معكم والله. اول حاجه درت البنات هي انني كتبت في ورقه الماتريال اللي غادي نحتاج في الصالون خياطه، كتبته في ورقه وهو داك الماتريال اللي شاركت معكم البنات في الفيديو اللي سابق. يعني ماتريال بسيط ما فيه حتى شي تعقيدات، وحتى الاثمنه ديالهم البنات راه رخيصه والله العظيم. تخيلوا البنات انا ما عمري شفت خيط، وقوت ما كنقرا داك الفيديوهات وعجبوني مشيت للسوق. مشيت للسوق في البلاصه ديال المحلات اللي كيبيعوا هاد لوازم الخياطه وكندور. المهم قبل ما نشري مشيت قلبت وتعلمت شنو هي احسن مقص خصني ناخذ، شنو هما اللوازم اللي ضروري خصها تكون عندي. المهم يعني قلت خاصني نبدا بابسط الاشياء باش ما نخسرش، الا ما عرفش نفصل ونخيط وما تعلمتش ما يضيعش ليا الماتريال. وبجهد الله واذن الله الماتريال راه ما ضاعش. مشيت البنات دخلت لهداك، كتدخلي المحل ديال دوك ديال كيبيعوا لوازم الخياطه كيعرفوك بوجديه اول مره. كتدخلي كتاخدي داك باسكو بونط بحال اللي في السطور، راه هو داك لوغو سميتو باسكو بونط كيقطع الخيل. لا كوفيل يا ربي، سميتو كوفيل. انا كنقول لكم باسكو بونط في كوفيل البنات. هذاك كوفيل البنات المهم قليل اللي كياخدو من غير الخياطات، قليل قليل اللي كيستعملوه في شي حويجات اخرين. المهم اول حاجه خديت الكوفيل، خديت مسطره، خديت داك السنتيم، خديت طباشير، دي حاجه هادو اشياء بسيطه. وزدت عليهم البنات شنو اللي مهم هو المقص البنات في هادشي كامل، هو المقص والباطروناج، يعني الورق اللي غادي تفصلي عليه. انا النهار الاول ما عرفتش انني خصني ناخذ هذاك الرولو حيت اقتصادي وكيبقى عندك كل مره كتستعمليه، ما عرفتش انه كيتباع الكيلو داك الرولو. مشيت خديت شي تقريبا شي 10 الورقات حسبهم لي درهم ولا ما نعرف خديتهم. المقص البنات حيت قريت عليه احسن مقص هذا، مشيت خديت هذاك المقص اللي وريتكم اللي مكتوب عليه النمره 9. هذاك البنات زوين وكيبقى معاك. وبالنسبه لهذاك المقص اللي فيه 10 حتى هو زوين، ولكن بالنسبه للبنات مع المده ثقيل. ما كاينش الفرق بين 9 و 10. 10 زايد عليه سوليد، ولكن هذاك 9 راه فحالو تقريبا، زايد عليه الاخر غير 10 زايد عليه في الثقل. المهم 9 راه مزيان وعملي كلشي كينصحني به. هذاك البنات ما كيفوتش 100 درهم 110 درهم بحال هكا، يعني والله ما فاتتش 150 درهم هذاك التخربيق كامل اللي خديت وباتروناج. جيت للدار وليت كندخل كنقرا الفيديو كنطبق.
ساهل 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 بنات، والله العظيم الا ساهل. عمرني ما كنت كنفصل نخيط، تا وليت البنات، وليت انا اللي كنفصل لي موديل دياولي، وانا اللي كنخيطهم ودرت معايا البنات وحليت ورشه. هي ديك البنات. المهم ما علينا. انا دابا كنشجعكم، كنشجع العيالات اللي جالسين في الدار وما عندهم ما يدار، واللي باش تبقاي واقفه في الزنقه دير لك مدرسه، تبقاي واقفه في الباب مدرسه وهزه كوميراسها كتلوى، راه حشوم وعيب. سيري للدار، ما عندك ما يدار دخلي اليوتيوب لاله وقراي، ما غتخسري والو، وغتبقاي تجمعي شويه من المصروف، توفري وغتشري هاد الماتيريال اللي قلت لك. رخيص البنات، مسطره طويله 10 دراهم، طباشير 10 دريال ولا 10 درهم. سميتو المقص هو اللي غالي فيهم، كيدير ما بين 100 و 110 درهم. هداك السنتيم كيدير 6 دراهم. كوفي اللي وريتكم هاد لورانج فيه الالوان تا هو 6 دراهم وصافي. وهانتي غتبداي في صالون الخياطه ومنها غتولي محترفه. والله البنات ما غنزيد عليكم، ما غنقص عليكم، ما غنشارك معكم الزيطاب كاملين. حتى وليت دابا ان شاء الله عندي ورشه وكنبيع، كنفصل ونخيط معايا البنات وكنبيع وكنجيب مبيعات. المره الجايه نشارك معكم شركه توصل اللي خدامه معاها. انا جربت شحال من شركه توصل عاد باش طحت في هادي و والمبيعات وتبارك الله الاشهارات اللي كندير. المهم هادشي غيجي بزاف، وخصك شويه بشويه باش ما تبلوكاوش. انا دابا نوريكم غير كيفاش بداو. اول حاجه فصلت على الورق. خاصني ضروري دابا باش نفصل على الورق، خاصني نفصل على الثوب. باش نفصل على الثوب ما كانش عندي الثوب، فكرت مشيت لسوق الثوب واختاريت الثوب ديال الكريب اللي هو ساهل في الفصاله وساهل في الخياطه. المهم سولت انا، مشيت وليت كنعرف الاثواب، شنو سميتها الثوب، شنو سميتها الثوب. المهم مشيت فصلت فصلت واحد الموديل على الورقه، طراسه الباتروناج ديالو. ايوا ضروري. شفت شحال خصني يقدني الثوب على حسب داك الفيديو اللي شفت، ومشيت خديت الثوب، خديت هذاك العبار اللي حاطين في اليوتيوب. المهم جبته وفصلته على داك سميتو على على الورق اللي فصلتها البنات. المهم فصلته على الورق. هو عندي الثوب مفصل، دابا خصني نخيطه. شو وليت كندير؟ قلت دابا ملي بديت تعلمت، حسيت براسي تعلمت وفصلت. اول حاجه فصلتها، جمعتها بالخيط ديال البرا عادي، وطلعت لي غير جمعتها باش نقيسيها كما كيديروا الخياطات كيديروا السياج. طلعت واعره وتفاجأت وعجبني الحال. وباش نزيدكم البنات، ما تكونوا كتفصلوا اول مره وداكشي، فصلوا على القياس ديالكم باش تطلعوا اللبسه على قياسكم، باش انا ما بعتوهاش ولا تلبسوها نتوما وما تضيعوش فيها. وفي نفس الوقت عليك انت غتبان العبار بانك واش خدمتيها مزيان ولا ما خدمتهاش. يعني كتلبسيها وكتصوري راسك وكتبقاي تشوفي وتزومي وتقلبي شنو هما لي ديفو اللي ما درتيش، شنو اللي ناقصها، شنو هما الاخطاء. المهم البنات ملي فصلت وشريت هاد اللوازم كامل وليت تعلمت نفصل، حسيت براسي كنتعلم. شنو درت؟ قلت لكم شريته وفصلته، وطلعت لي الكسيوه زوينه اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. دابا نشاركها معكم، راني حاطاها في الانستغرام في الفيسبوك وحاطاها في التيك توك. اليوتيوب ما كنتش كنحط فيه، ما كنتش كنسى عليه البنات، ما المشروع كنت يلا بديت المشروع وما ساليتش في اليوتيوب، دابا عاد وليت كنحط. المهم البنات وليت كنفكر ضروري خصني ماكينه الخياطه. كيفاش نعرف راسي انا كنخيط، كنفصل ونخيط؟ عرفت راسي انني كنفصل حيت شريت لوازم فصاله. وباش نعرف راسي كنخيط خصني ضروري نشري آلة الخياطة. باش نشري آلة الخياطة البنات عاوتاني درت رحلة جديدة، مشيت عاوتاني اليوتيوب وكنقلب وكنبحث احسن ماركة. شوية قلت غادي ناخدها قديمة، يلا بداو كيقولوا لي الناس لا خديها قديمة يلا تعلمي. انا ما كنشاركش الناس، انا كنشارك الناس في اليوتيوب، ما كنسولش حتى شي واحد. اليوتيوب كنصيحة ما تسولوا حتى شي حد، سولوا اليوتيوب. يعني دخلوا اليوتيوب وطرحوا عليه اي سؤال وهو اللي غادي يجاوبكم. انا البنات ما كنسول حد، كنسول اليوتيوب، كنمشي لليوتيوب وكندير داكشي اللي بغيت وكنلقى الاجابه ديالي. يعني اليوتيوب ما كيعرفكش وما غينافقكش، وغادي غيعطيك اختيارات وانت في الاخر غتختاري الخيار اللي جاك ساهل ومناسب. مشيت كنقلب على احسن ماكينه، بقيت كنقول مستعمله. وشوي بني بديت كنفكر، قلت مستعمله كيفاش نشري مستعمله وانا ما عمرني خيط، ما عرفتش الخياطه. كيفاش ناخدها مستعمله وتبقى توقف ليا وتخسر ليا ونبقى مدازه معاها وتبقى تعصبني. وانا من النوع اللي كنتعصب ما كنبقاش نحمل الحاجه. قلت لا لا لا، دخلت لي بقيت واحد الفيديو كيقول لك ما احسن كمبتدئه خديها جديده.
يعني ما تعصبك ما تعصبها، وغتخدم معاك مزيان. المهم البنات مشيت قلبت على احسن ماركه، لقيت احسن ماركه هي جاكي، فيها لي اش بزاف، فيها لي زوطفون بزاف كيما درت معكم الفيديو. وفي الاخر خديت كومونديتها من واحد الشركه، جابوا لي حتى لباب الدار، ركبوها ليا واسياها وكل شيء، وتبقات زوينه لا عمرها دار ما كتوقف ما حتى شي حاجه. والحمد لله خدمت بها وتعلمت بها. ومن بعد عاوتاني فكرت انني نزيد السورجي، لقيت راسي ضروري كنحتاج السورجي، خصني نخرج على برا باش نسورجي، وشريت السورجي ونكمل معكم الفيديو الجاي. المهم مشيت نفس الشركه دومونديت عاوتاني اله ديال السورجي، قلبت على انواع السورجي وارخصتهم بطبيعه الحال على الجوده طبعا، وجابوا لي السورجي وركبوها ليا وليت كنخدم بها كما كتشوفوا حتى هي. يعني نفعتني يعني البنات شويه بشويه، انا كنبحث وكنكتشف وكنشري، كنبحث ونكتشف وكنتعلم وكنشري، حتى لقيت راسي شريت بيكوز، شريت سورجي، شريت الماتريال، من بعد السورجي بيكوز، من بعد السورجي، من بعد وليت كنمشي نجيب الاتواب بالجمله. المهم درت ورشه. المهم القصه طويله البنات، انا دابا غير عطيتكم غير نبدا فكره كيفاش بديت، كيفاش المشروع تبداي وما تخافيش غير زعما واخا ما تكونيش عندك الماتريال وهذا، غير زعما يعني من ابسط الاشياء تقدري تبداي، يعني شويه بشويه تقدري تبداي المشروع ديالك. تلقيت راسي انني كنخدم لي موديل وكنحطهم ولقى اقبال كبير، خدمت في البوركين لقى اقبال كبير تبارك الله ما شاء الله. ودرت مشروع ديالي وخدموا معايا البنات، ودابا غادي بخير وعلى خير. وان شاء الله في الفيديو الجاي غنكمل معكم الحكايه ديال كيفاش درت مشروع من الزيرو، وانا ما كتعرف فيه حتى شي حاجه، يعني من التعليم الى صالون الخياطه بجهد الله وباليوتيوب، وتعلمت صافي.